مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم فيديو جديد وموضوع جديد. إذا جاهزين خلونا نبلش. أول شي بدي أعتذر منكم على غيابي الفترة الماضية، كنت مريضة شوي، احتاجت هيك كم يوم أرتاح وأرجع طاقتي وأرجع أكون جاهزة من قلبي. بس هلأ رجعت ورح أكون أقوى من قبل إن شاء الله. اشتقت لكم واشتقت لهالجو تبعنا. خلونا نبلش موضوعنا اليوم. مع أو ضد الزواج قبل 18؟ بالبداية لازم نكون صريحين، هالسؤال مو مجرد رأي شخصي، هو عبارة عن مفترق طرق بحياة إنسان. لما نحكي عن شخص تحت 18 عم نحكي عن مرحلة نمو، عقل، جسم، نفسية وهوية عم تتشكل، مو قرار يفترض يتخذ بعجلة. ليش في ناس بيقولوا معه؟ أسباب مفهومة حتى لو مو مقبولة. العادات والتقاليد، بمجتمعات معينة الزواج المبكر شي متوارث ومقبول اجتماعيا. الضغوط الاقتصادية، في بيوت فقيرة الزواج يعتبر حل مؤقت لمشاكل مادية أو حماية لفتاة. الاعتبارات العائلية، في حالات فيها تفاهمات بين العائلتين، الناس بتشوفه ترتيب حياة مو جريمة. الإيمان والاختيار، في بعض العوائل الدينية البيت والزواج موضوع مقدس ولازم يصير بشكل مبكر. بس هالأسباب ما بتلغي واقعية الأذى اللي ممكن يصير. لازم نفهم ليش المجتمع بيشوفها حل، مو لأنه صح بالضرورة، بل لأنه فيها مشاكل أكبر: فقر، تعليم ناقص، ضغط اجتماعي. طيب، ليش كتير ناس بيقولوا نحن ضد؟ أول شي النضج العقلي مو مكتمل، المخ البشري بيتطور لحد أو بعد العشرينات. القرار للزواج تربية إدارة بيت مو شي بسيط، بده قدرة وتحمل التبعات. في شي اسمه انعدام الموافقة الحقيقية، إنسان الصغير ممكن يوافق بسبب ضغط أو خوف أو وعود، مو لأنه قراره الحر. بالإضافة لآثار نفسية طويلة الأمد: ارتفاع احتمالات الاكتئاب، فقدان الهوية، شعور بالأسى أو الندم لاحقا. كما أنه التعليم والمحافظة على الفرص، بسبب الزواج المبكر غالبا بتوقف التعليم، بنقفل أبواب الفرص الشغل والتطوير الذاتي. عدم توازن القوى، الزوج الأكبر سنا أو العائلة ممكن يمارسوا سيطرة وتقل قدرة الطرف الشاب على الدفاع عن حقوقه. مخاطر صحية، حمل مبكر خطير على الجسد خاصة للبنات، مضاعفات وولادات معقدة، خطر على حياة الأم والطفل. بالإضافة لفشل العلاقة، إحصاءات والتجارب بتورجي إنه الزواج المبكر معرض أكثر للفشل، لكن حتى لو استمر قد يكون الاستمرارية للألم والمساومة. ما في جواب واحد بيناسب كل الحالات، في حالات نادرة بتصير علاقات مبنية على حب ناضج حتى لو الشريك صغير نسبيا، لكن هذا استثناء مو قاعدة. المشكلة الأساسية إنه المجتمع أحيانا بيفرض قرارات باسم الشرف، الأمان أو الحلول الاقتصادية، بينما الثمن الحقيقي بيتحمله إنسان نفسه، مستقبله، صحته، تعليمه وأحلامه. طيب، شو هي البدائل؟ أول شي لازم نرفع مستوى الوعي عن المخاطر الزواج المبكر صحياً ونفسياً. دعم العائلات الفقيرة ببرامج اجتماعية بتقلل ضغط الزواج كحل. تشجيع استكمال التعليم وتوفير فرص عمل للشباب والبنات. قوانين واضحة بتحمي القاصر من زواج القسري أو المبكر، مع التعليم والتوعية بدل الإكراه. بعرف كل البدائل اللي حكينا عنها مو سهلة، ما في شي سهل ببلد مليان ضغط وفقر وخوف من بكرة. بعرف إنه مو كل الناس عندها فرصة تكمل دراسة، ولا كل بنت فيها ترفض الزواج فرض عليها. بس الفكرة مو إنك تغير العالم بيوم، الفكرة إنك تغير نظرتك ولو شوي. إذا قدرت تحكي فأحكي، وإذا قدرت توقف بوش الغلط حتى بكلمة وقف، وإذا ما قدرت تغير على الأقل لا تبرر. مو مطلوب منك تكون بطل، بس مطلوب منك تكون إنسان واعي، ما تمشي مع العادة بس لأنها عادة، ولا تقبل الوجع لأنه هيك الكل بيعمل. نحن ما رح نغير كل شي فورا، بس إذا كل حدا فينا حاول يكون أرحم يمكن المجتمع يصير أهون شوي. الخطوة الصغيرة باتجاه الوعي هي أكبر من 1000 صرخة بلا معنى.
يمكن ما نقدر نغير الكل، بس فينا نبلش من حالنا، وهون التغيير الحقيقي ببلش. ويمكن نحكي كتير عن الحلول، بس بالنهاية كل شي بيرجع لوعينا وشجاعتنا. الوعي لحاله بيخليك تشوف الغلط، بس الشجاعة هي اللي بتخليك توقف بوشه. مو ضروري تكون ضد المجتمع لتكون صح، بس ضروري تكون صادق مع حالك لتكون إنسان. برأيك أنت الوعي لحاله بكفي ليخلي الإنسان يغير واقعنا، ولا لازم يكون في شي جواته أقوى من الخوف؟ اكتبولي رأيكم بالتعليقات، لأنه النقاش الحقيقي ببلش منكم. حبايبي هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى ينال إعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتعليقات حلوة مثلكم، ومحتاجة دعمكم أكتر. انتظروني بفيديو جديد أو أحلى. بحبكن.